بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. اليوم ان شاء الله وكما كتشوفوا معايا غادي نتقاسم معكم غاتو كلاسي بلا موس ديال الشوكولات بدون كريمه انجليزيه، وكذلك بمذاق القهوه اللي كيجي رائع بواحد الطبقه مقرمشه اللي كتجي لذيذه بزاف. فبقاو معايا اخواتي حتى لاخر الفيديو باش تعرفوا معايا على جميع مراحل تحضير هذا الكاطو ديال هذا وكذلك المقادير. فبسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بلا جينواز. خديت هنايا واحد الاناء عفوا، وضعت فيه 3 ديال البيضات وزدت 90 غرام ديال السكر سنيده بما يعادل 30 غرام لكل بيضه. دائما البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. كنطربو مزيان بالطراب حتى كيضاعف الحجم ديالو كما كتشوفوا معايا، وكنتحصل على هذا الشكل هذا كيكون الخليط ابيض. ومن بعد كنضيف الدقيق على 2 ديال الدفعات. عندي كذلك 90 غرام ديال الدقيق، يعني القياس ديال السكر سنيده هو نفسه قياس ديال الدقيق. صافي كنحاول كندخل هذاك الدقيق قلت لكم 90 غرام ناقص ملعقه اللي غادي نعوضها بالكاكاو. غادي نحاول هكا ندخل هذاك الدقيق في الخليط دائما بواحد سباتيل من الفوق لتحت، ودائما نحاول انني ما نهبطش هذاك البيض اللي طلعت غير بشويه هكا من التحت للفوق حتى كينسجم ليا الدقيق وكيعطيني يعني وكنتحصل على خليط ديال الجينواز كما كتشوفوا معايا. انا استعملت هنايا الكاكاو ديال الساشي كيكون صراحه بنين على الكاكاو ديال لابار. انتما كما كتشوفوا معايا كندخل الدقيق ديالي من تحت لفوق بلا ما نهبط البيض كما قلت لكم، وكنتحصل على خليط بهذا الشكل هذا بهذا القوام هذا. صافي هنايا غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غادي نطيب فيها الجينواز، فرشت لها ورقه الطبخ ضروري، وكذلك وضعت واحد الاطار وغادي نصب الخليط ديالي. غادي ندخل الجينواز ديالي الفران كطيب على درجه يعني متوسطه. الفران كيكون سخون من قبل، كنخليها تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، ما كنخليهاش اكثر باش هكا ما كتقصحش ليا الجينواز ديالي وكتجيني يابسه. كما سبق لي وقلت لكم دائما الجينواز ما نفوتوش ليها الطياب. هانتوما كما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نحاول هكا نديمو ليها من المول كما كتشوفوا معايا، كتجي جينواز ناجحه، كتجي رطبه وخفيفه كما كتشوفوا. صافي هنايا غادي ندوز باش نوجد الطبقه المقرمشه. غادي نخلي الجينواز ديالي جانبا وندوز باش نوجد الطبقه المقرمشه. غادي نحتاج ليها 50 غرام ديال الفيوتين، وغادي نضيف ليها 50 غرام ديال الكركاع اللي كنكون هرمشتو. انا راه هرمشتو هنايا بزاف، نتوما غير حاولوا ما تطحنوش بزاف، خلي شويه مهرمش. وغادي نزيد 50 غرام ديال الفيوتين ديال عفوا البخاليني، دائما نفس القياس. هنا كنتكلم على غاتو كلاسي ديال 2 كيلو. هادو هما المقادير اللي كنحتاج فيه، 50 غرام من كل حاجه. صافي كنخلط مزيان حتى كيتلبس ليا داك الفيوتين وكذلك الكركاع بهذاك البخاليني، كنتحصل عليها بهذا الشكل هذا. وغادي نرجع للجينواز، غادي نسقيها بالقهوه، قهوه سريعه الذوبان. وضعتها هكا في واحد الفات القريعه هذه اللي كتسهل علي انني نسقي بها. زدت عليها الماء وغادي نسقي بها الجينواز ديالي. كتجي واحد المذاق رائع، مزيج ما بين القهوه والشوكولاط، كنعرفهم انهم كيتواتاو. صافي هنايا غادي ناخذ الطبقه المقرمشه وغادي نوضعها فوق الجينواز. غادي نحاول هكا نسرحها، وغادي ناخذ واحد الكاس ونحاول هكا نضغط عليها باش كتعطيني شكل اللي هو مستوي كما كتشوفوا معايا. صافي وغادي نخليها جانبا حتى كتشد ليا في راسها، وغادي نرجع باش نوجد الكاناش اللي غادي نستعمل في لاموس ديال الشوكولات. غادي ناخذ هنا واحد الكاسرونه، غادي نوضع فيها كاس ديال الكريمه السائله. انا خديت هنايا خدمت بهذه الغلاله، صراحه كتعطي واحد المذاق زوين. غادي نضيف تقريبا واحد 40 غرام ديال الشوكولات، من احسن يكون شوكولا غيش باش هكا كيعطينا مذاق زوين. صافي وغادي نرد الكسرونه ديالي فوق البوطه على عافيه مهيله حتى كيذوب ليا داك الشوكولات في هذيك الكريمه.
غادي نرجع هنايا باش نطلع الكريمه ديالي. خديت انا واحد الاناء اللي كيكون بارد بطبيعه الحال، والكريمه كذلك تكون بارده، وغادي نطلعها بالطراب، يعني ما نطلعهاش بزاف، غير هكا كتبدا تعقد كتبدا تشد راسها صافي. نحبس. غنرجع الكاسرونه اللي حطيت فوق النار من بعد ما داب ليا داك الشوكولات مع الكريمه. غادي نزيد عليه واحد دانيت بنكهه الشوكولا، كيعطي واحد المذاق رائع لهاد الكاناش هذا كما كتشوفوا معايا. غادي نحرك مزيان حتى كينسجم ليا هذاك الدانيت مع الشوكولات، ومن بعد غادي نزيد 2 ورقات ديال الجيلاتين اللي كنكون دوبتهم في الماء من قبل، اولا فزقتهم في الماء بارد من قبل. غادي نحرك حتى كيذوب ليا داك الجيلاتين، ومن بعد غادي نرجع للكريمه ديالي. غادي نضيف لها هذا الكاناش بشويه بشويه، يعني ما نضيفش ما نضيفوش هكا في دقه واحده، يعني بشويه بشويه. وكنحاول هكا ندخل هذاك الكاناش في الكريمه باش كنتحصل على واحد لاموس اللي كتجي لذيذه بزاف كما كتشوفوا معايا. واخا تبان لكم الكريمه ديالكم، ولكن نسيت ما ذكرت لكم ان نخليوها حتى نخليو داك الكراش حتى كيدفى شويه، يعني ما نضيفوش هو سخون باش هكا ما كيذوبش لينا الكريمه ديالنا صافي كما كتشوفوا معايا. واخا تبان لكم الكريمه انها يعني بدات كتسيح شويه، ما تخافوش راه فيها الجيلاتين، من بعد راه غادي تشد في راسها. كنتحصل على لاموس بهذا الشكل هذا صافي. هنايا غادي نرجع الاطار اللي طيبت فيه الجينواز، غسلته وغلفته هكا بالسلوفان، وغادي نوضع فيه اللاموس ديالي. كما قلت لكم هاد اللاموس راه كتجي لذيذه بزاف. نتمنىكم تجربوا هاد الكاطو هذا، انا اكيده انه غادي ينال استحسانكم. صافي غادي نسرح لاموس ديالي، نقاد ليها هكا الوجه ديالها كما كتشوفوا معايا كيف ما هو موضح في الفيديو. ومن بعد غادي ناخذ الجينواز من بعد ما كتكون يعني الطبقه المقرمشه كتكون شدات فيها، غادي نقلبها فوق لاموس بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. صافي كنحاول هكا نضغط على واحد شويه، كنحاول هكا نضغط عليها باش كتثبت ليا مع اللاموس، وغادي نغلفها ونوضعها في الثلاجه تقريبا على الاقل 6 ديال السوايع. انا هادشي كما كنقول لكم خدمته بالليل، يعني الكاطو وهذا الكلاصاج، والصباح عاد كنمونطي الحلوه ديالي. غادي نرجع هنايا للكلاصاج. غادي نحتاج ليه، خديت كاسرونه وضعت فيها كاس ديال الماء وكاس ديال السكر سنيده، وضعتهم هكا فوق النار حتى داب ليا داك السكر. ومن بعد غادي نضيف كاس ديال الكاكاو صافي. غادي نخلط كما شفتوا معايا، اولا غادي نحرك شويه حتى كيطبخ ليا داك الكاكاو. ومن بعد كنزيد كاس ديال الكريمه السائله صافي. كنخليها غير واحد شويه، ومن بعد كنطفي كنطفي النار بطبيعه الحال، وكنزيد 2 ديال الورقات ديال الجيلاتين اللي كنكون فزقتهم في الماء من قبل صافي. وكنصفي الكلاصاج ديالي، ضروري اننا نصفيوه ضروري باش هكا الا بقاو لينا تكتلات هكا ديال الكاكاو كنتخلصوا منهم صافي. غادي نغطي هذا الكلاصاج ونخليه حتى هو في الثلاجه حتى كيبرد، يعني حتى كما قلت لكم خدمت هذا الشيء بالليل حتى لهنايا حتى الغد لي في الصباح عاد غادي نمونطي الكاطو ديالي هنايا. كما قلت لكم بعد ما بيت الكاطو ديالي ليله كامله في الثلاجه، اولا على الاقل نخليه 6 ديال السوايع. درت هنايا ديموليتو من المول عفوا وغادي نوضع هكا واحد الطبسيل، وضعت واحد 3 ديال الكيسان وضعت فوق منهم الكاطو. خديت الكلاصاج ديالي سخنته فوق النار وصافي غادي نصبو فوق الكاطو ديالي كما كتشوفوا معايا. كنبدا بالجناب كما كتشوفوا معايا، الكلاصاج راه كيجي لامع صافي. هذيك الكميه ديال الكلاصاج اللي كتهبط ليا هكا كنحاول نهزها هكا بمعلقه، وكنبقى نخويها هكا على الجناب اي بلاصه يعني بانت ليا ما فيهاش الكلاصاج كنزيدها كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. هذا الكلاصاج كما قلت لكم كما كتشوفوا راه كيجي لامع وكيجي بنين الصراحه.
الناس اللي كيعجبهم المذاق ديال الشوكولات. صافي بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري بطبيعه الحال، يعني اللي عندكم ممكن تزينوا به. غادي ناخذ انا هنايا شويه ديال الفيوتين وضعته هكا في الجناب، ممكن اللوز، ممكن كاوكاو اللي بغيتو. من احسن الفيوتين كيعطي واحد المنظر زوين كما كتشوفوا معايا. كنوضعوها هكا في الجناب بهذا الشكل هذا. غادي ناخذ هنايا شنقول لكم هاد البلاستيكه ديال الشوكولات كتباع عند بائع مستلزمات الحلويات، كيكونوا فيها هكا لي موتيف. غادي ناخذها انا، غادي نقسمها هكا على جوج، وغادي ندوب الشوكولاط ابيض وغادي نصبو فوق منها كما كتشوفوا. غادي ناخذ الشوكولاط ابيض، غادي نسرحو صافي، غادي نخليه حتى كيبرد كما كتشوفوا معايا. غادي نعاود نضيف واحد الكميه، غادي نخلي داك الشوكولاط حتى كيبرد كما قلت لكم. كنتحصل عليه هكا بهذوك لي موتيف، يعني اللي في هذاك في هذيك البلاستيكه صافي. وخديت هنايا شوكولاط ابيض، هاد المقطع تقطع ليا، كتبت هنايا يعني تكتبوا اللي بغيتوا. انا كتبت هنايا هابي بيرثداي ملك تحت الطلب بطبيعه الحال، ودرت هكا خطوط في الجناب. وغادي نزين بهذاك العقيق. خديت هكا داك العقيق اللي كيكون فيه اللوينات، كيكون فيه اشكال، يعني هادشي كلشي كيتباع عند بائع مستلزمات الحلويات ب5 دراهم. هذاك العقيق كيكون داير 5 دراهم، فيه اشكال والوان. صافي كيكون هذا هو الشكل كما كتشوفوا معايا. غادي ناخذ هذاك الشوكولات اللي من بعد ما داب، غادي نكسرو ونوضعوه هكا في الجناب. ودائما كما قلت لكم التزيين كيبقى بطبيعه الحال على حسب الرغبه ديالكم وعلى حسب متوفر. غادي ناخذ هذا الشوكولات من بعد ما كيكون برد، انتم كما كتشوفوا معايا. كنكسرو وكنوضعوه هكا في الجناب. وكيكون هذا هو الشكل ديال الكاطو ديالي. نتمنى يعجبكم، نتمنى تجربوا تجربوه يعني في مناسباتكم. انا اكيد ان شاء الله غادي ينال استحسانكم وغادي يحمر لكم وجهكم. انتم كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل، صراحه كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى اخواتي تشجعوني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعاودوا